الناس اللي جالها جامعة حلوان ايا كانت الكلية هنتكلم عن تفاصيل الكشف الطبي كلها اللي تخص جامعة حلوان ان شاء الله. لينك الكشف الطبي التقديم فيه هيفتح يوم 5 اللي هو يوم الثلاث تقريبا اللي جاي. ايه بقى المطلوب منك لما اللينك يفتح يوم 5؟ مطلوب من حضرتك تدخل على اللينك، تسجل البيانات المطلوبة وهيظهر لك كود دفع. هتاخد الكود سكرين شوت وتطلع على اي حد عنده مكنة امان او مصاري او اي مكنة دفع غير فوري، لان الجامعة مش بتتعامل مع فوري. تمام، يبقى امان مصاري ممكن اي حاجة من دي غير فوري. بعد ما ان شاء الله تدفع، وهم غالبا بيبقوا 30 جنيه، هتاخد الوصل ده هتصوره، لان ده هتاخده معاك برضو يوم الكشف. هتصوره صورة وتحتفظ بالاصل عشان هتاخد الاصل يطلعوا عليه. وهتروح هتفتح اللينك، هتلاقي بعد ما انت دفعت ظهر لك ميعاد بيبقى فيه يوم للولاد ويوم للبنات طبعا. وهتلاقي الميعاد ده مكتوب في هيئة استمارة كده، هتاخدها سكرين شوت برضو وتروح عند اي مكتبة، او لو انت عندك طباعة في البيت وتطبعها، لان هتاخدها معاك مع الوصل اللي صورناه. يبقى اول ورقتين اللي هو رسوم الكشف الطبي، تاني ورقة اللي هو الاستمارة اللي هي هتلاقيها على الموقع بعد ما تدفع الرسوم. يبقى دي اول ورقتين هناخدهم معانا. والميعاد بتحدد لك في الاستمارة على حسب هم عاملين ايام ايه. يعني مثلا المواعيد دلوقتي ممكن يبقى الاربع للولاد والخميس للبنات. لازم تدفع بسرعة، علشان لو ما دفعتش مش هيتحدد لك ميعاد ونخش بقى في حوارات. فلا، اول ما ينزل اللينك، قصدي اول ما اللينك يفتح يوم 5 فنخش نقدم فيه ونرفع البيانات، ولما يجيلنا الكود نروح ندفع على طول. طب دلوقتي يا يوسف انا خايف اروح ادفع ويجيلي ميعاد انا ما كنتش فاضي فيه. هقول لك مفيش مشكلة، لو عايز تروح في ميعاد مختلف عن الميعاد اللي هيجيلك عادي، بس بشرط ان انت تروح في ايام الولاد. يعني مثلا ما يبقاش ايام البنات نلاقيك جاي فيها، او ايام الولاد نلاقي البنات جاية فيها. لا، روح في الايام اللي هي بتبقى مخصصة للولاد، والبنات تروح في الايام المخصصة اللي هي للبنات. يعني بيبقى يوم واحد ثابت للولاد ويوم واحد ثابت للبنات. انت برضو رايح تدفع الرسوم ممكن تحصل بس كده مشكلة بسيطة، ان الراجل يلاقي على المكنة بعد ما يكتب الكود يلاقي ان مكتوب رسالة فيها لا يوجد مصاريف سداد على الماكينة، او لا يوجد مطالبة على ماكينة السداد. ففي الحالة دي هتاخد بعضك وتروح البيت، تستنى 4 ساعات، بعدين ترجع تحاول تجرب تاني عند الراجل. دلوقتي خدنا الوصل، خدنا الاستمارة، هناخد ايه كمان؟ هناخد بطاقتنا وبطاقة الترشيح بتاعة الكلية. لحد دلوقتي معانا 4 أوراق بس، مش هناخد حاجة غيرهم. الاستمارة، وصل الرسوم اللي احنا دفعناه للكشف، بطاقة الترشيح، بطاقتك الشخصية. الناس بقى بتسأل طب الكشف الطبي ده بيحصل فيه ايه؟ هل بيكشفوا علينا؟ بيكشفوا على اشياء معينة يعني عايزين يعرفوها؟ اذا كان عندنا امراض مزمنة؟ هل بيبقى فيه تحاليل؟ هل بيبقى فيه اشاعات؟ هل بيبقى فيه اي حاجة من الكلام ده؟ اقول لكم لا طبعا، يعني الموضوع اهبل من كده واعبط من كده بكتير جدا، وهقول لكم ليه. اولا، الكشف الطبي ولا بيحصل فيه اشاعات ولا بيحصل فيه تحاليل، وانا ضد ده، لان في ناس ممكن تكون مدمنة لدراجز او مدمنة لاي حاجة، او ناس عندها نوع من انواع الفيروسات الصعبة. المفروض الناس دي تعمل لها تحاليل قبل ما تخش الجامعة، لان دلوقتي شباب كتير بتشرب حاجات ونكتشف ان احنا قاعدين في الجامعة معانا مجرمين واحنا مش حاسين. فدي حاجة الصراحة انا معرفش ليه ما بتحصلش في الجامعات، مش بس حلوان، جامعة القاهرة وجامعة عين شمس ما بيحصلش تحاليل، ما بيحصلش اي حاجة تثبت اذا كان الشخص ده مدمن، اذا كان الشخص دوت عنده اي نوع فيروس معين. ما بيحصلش حاجة من دي غير في الجامعات الخاصة. يعني هما اللي بيطلبوا تحاليل وبيطلبوها من معامل محترمة، وبيأكدوا انها تبقى من المعمل الفلاني او من منطقة اشعة الفلانية، يعني على حسب المركز اللي هم عايزين منه الاشعة او معمل التحليل اللي عايزين منه التحاليل. لكن في الجامعات الحكومية ما بيحصلش حاجة زي كده. دي كارثة بجد للأسف يعني، بس هو ربنا بيسترها الصراحة. طيب ايه بقى اللي بيحصل في الكشف الطبي؟ هو اصلا ما بيتحطش عليك سماعة، تمام؟ محدش بيلمسك اساسا. اول حاجة هتتسأل في اتجاهات النظر، اللي هو فوق، تحت، يمين، شمال، الرقم ده رقم كام،
وانت بتبقى واقف بعيد شوية، وهي بتسألك على اللوحة دي اللي بتبقى محطوطة، شايف دي يمين شايف دي شمال كده يعني. وبتسألك بتعمل لك بإيديها ده رقم كام ده رقم كام، وبعدين تقول لك خش على اللي جنبي. وحتى لو انت مش شايف يعني او حاجة ما شفتهاش وغلطت فيها، بتقول لك شكرا وتقول لك اتفضل على اللي جنبي. اللي جنبها بقى بتسألك عندك اي مرض مزمن، عملت اي عمليات قبل كده، جاوب عليها اي اجابة. يعني هو اصلا مش هتفرق في كل الحالات، هم هيكتبوا لك لايك. واللي بعدها بتقول لك افتح بقك وريني اسنانك، ركبت تقويم قبل كده، عملت اي حاجة في اسنانك قبل كده. هتقول لها لا، ايا كان الاجابة مش هتفرق اصلا في حاجة. بعد كده بتروح للشخص المسؤول عن الكشف الطبي، برضو بيبقى قاعد جنبهم، بتمضي الاستمارة، بتملى لك حاجات فيها، بتكتب لك على النظر صح وعلى الأسنان صح وعلى كل حاجة صح، وفي الآخر تحت بتكتب لك لائق، وبتمضي لك وتاخد ورقة الاستمارة دي تقدمها في الملف بتاعك في الكلية. الاستمارة بتكتب فيها لائق لأي حد، أي حد حرفيا، يعني لو فيك أي عيب معين ما تقلقش. كل الناس بتكتب لها لائق، لان ده مش كشف في الجيش. يعني لو اي حد عنده عيوب جسدية او اي مشكلة في جسمه او في وشه، ملهاش علاقة بالكلية يعني. المهم ان انت هتبقى سامع المحاضرة وشايفها ومتزن نفسيا انك هتقدر تستوعب ال4 سنين كلية، وتقدر ان انت تخش امتحانات وكده. وبس كده، دي كانت كل تفاصيل الكشف. يعني هي حاجة ولا تخوف ولا تقلق، ومش عارف ليه ناس بتقعد تبعت لي ان هم خايفين من الكشف ده وهيحصل فينا ايه. حاجة هبلة جدا والله. هو ان شاء الله هيفتح يوم 5، وانا هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو. اللينك ده مقفول دلوقتي ومش هيفتح غير يوم 5. الناس اللي معانا على قناة التليجرام الخاصة بتجارة انجلش، لان دي كليتي، قناة التليجرام هسيبها لكم برضو تحت الفيديو. اي حد يخش عليها يكون تجارة انجلش حلوان بس، يعني ملاقيش حد في تجارة انجلش قاهرة او عين شمس فيها. تمام. انا هنزل لكم لينك الكشف الطبي يوم 5، يوم لما يفتح، لان انا مش عايز انزله بس دلوقتي عشان ما شتتش اقولكم بحاجة. فاول ما يفتح يوم 5 هنزله. شكرا لو كملتوا الفيديو للاخر، اتمنى الفيديو يكون فاتكم، ومش عايز حد يقلق من حاجة. ما تنسوش ان انتوا تحطوا لايك تحت الفيديو ده. في حاجة نسيت اقول لكم عليها في اخر الفيديو، انا كنت مصور فلوج للكشف الطبي السنة اللي فاتت، لو محدش شافه يروح يشوفه، هيشوف فيه كل تفاصيل اليوم اللي رحت فيها الكشف الطبي، وكان اول يوم ليا في الجامعة هناك. فلو حد عنده فضول يعرف بيحصل ايه، انا كنت مصور تفاصيل اليوم ده بالكامل. يعني هتلاقوا الفيديو عندي في القناة، اتفرجوا عليه وان شاء الله يعجبكم.